تتغطى تحت عنوان نقابة، مرة تتغطى، سمعني خليني نكمل جملة أرجوك. مرة تتغطى تحت حزب، أسماءها معروفة، أسماء أحزابها معروفة، جوهر مهمتها هو البحث على إفشال مساعي الحكومة مركزيا وجهويا. ولو كان تقول لنا رأي السؤال في هذا السؤال في هذا الإطار هو استمعنا كثيرا لأطراف تحرك، يعني هل يتم تحديد هذه الأطراف؟ مانيش محتاج، أعدادها كثيرة جدا، كل الناس تعرفها. عندما يكون الشيء درجة الوضوح فيه للحد اللي ذكره معناه ما يضيفش، معروفة. ثم ناس ولت تتكلم باسم النقابة، أحكم حزب سياسي من بلادنا ولا يتكلم باسم النقابة، ولا يتكلم باسم النقابة، أي حزب سيدي الوزير معروف. أنا أعتبر أن الأستاذ شكري بالعيد نعم. أحيانا يتكلم باسم الاتحاد العام لتوفير الشغل، وحيث وجد حزب نعم. شكري بالعيد حزبه إلا وكان يدعو للفوضى والتخريب والتحريف في كل المواقع اللي مشاهدها، ولا يعترف بالدولة ولا بشرعية السلطة ولا بالقوانين ولا بشيء إلا وقت يطبق على غيره. نعم. يطبق القانون على كل الناس اللي عليهم. نعم تصلني الآن هناك نداءات هناك سيدي الوزير